نطلع كام نفر حراسه لحدود الجبل من نواحيكم. مش عايزين حد يدخل وسطنا، ولو الحكومه عرفت ان في حشيش ممكن يتزرع هنا هتلاقي الطيارات فوق راسنا والجيش هينزل يحوطنا من كل ناحيه وهنروح بداهيه كلنا. همنا بيننا وبين بعضنا مقدور عليه، لكن لما الهم ده يجينا من بره هيبقى خطر وهيحطوا فوق راسنا كلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهارده؟ جاي لك في زياره مفاجاه، تقدري تعتبريها زياره عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابلني؟ مالك يا مناع؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعه اصحابي على مزرعه وحته ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها ثمن ادوات زراعيه ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعة مواشي وعزبة 200 فدان؟ وعندي شركة كمان، وكل حاجة هتعرفيها في وقتها، بس أي حاجة هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش أي مخلوق يعرفها حتى لو كان أبوك وأمك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولي كده؟ لأن الأسرار الكتير معناها إن في حاجة مش مظبوط ولازم تتدارى. مناع، لو في حاجة غلط قولي عليها وأنا أعطيك من أي وعود. هو كون امتلك مزرعة وحتة أرض يبقى في حاجة غلط؟ أقول لك يا نورهان، خلي العلاقة بينا تبقى علاقة عميل بموظفة أحسن، ويا ريت تخلص عشان نتعطل. أنت زعلان كده ليه؟ لأن اللي هتشك في عريسها في الأول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت ليه يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي، أو الشيك عندك. انا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى خدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمة؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البسها هناك ولا لا. وايه اللي يقل نفعهم؟ ما هي هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جريتها خلتني خايف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك ايه يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من الغريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه. هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحداني طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه ايوه اعرفك، صاحبة نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول، جاي على طول. في ايه؟ رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وايه اللي حصل لها؟ أنا اللي بسألك، قلت لها إيه خليتها تنهار بالشكل ده؟ بعد ما مشيت ساهمت وكأنها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طولها. أكيد قلت لها حاجة، قولي إيه اللي حصل؟ طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. الطريق دلوقتي. مجنون ده ولا إيه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت قاسي قوي معايا. مع انك نصك صعيدية، بس ايه الحنية دي كلها؟ اوعدك اي حاجه تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك.
صدقتي مفيش سر ولا حاجة. مش عايزك تبكي طول ما أنا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ اظن كده بقيتي كويسه وتقدري تروحي، ولا تحب احجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا انت، انا عارف. انا كمان بحب اتجوز. حسبي تقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه، شغلك في الشنطه دي؟ ما تشغليش بالك. المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركة الآلات الزراعية نطمن راحوا الأرض الجديدة ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عارف. اهو كده اريح. لا قول لي يا منان، ايه اللي نزلك ملهوف دي؟ مشكلة حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي ها؟ تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعه دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شويه مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح على الدكه اللي ورا دي. هتروحي فين؟ استني. ايه؟ انت مصطبه ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا حاركن على جنب وانت انزلي اركبي من الباب اللي وراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ يخرب بيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انتوا لحقتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجه تجنن. البت اتقلب حالها من ساعه ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل على انها ما كانتش تعرفه، والا كان حالها انقلب من زمان. ايه اللي جرالها؟ مدلوقه عليه وهيمانه وحاجه. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانه بيه، مش اكتر من كده. بلاش تفكيرك انت يروح لبعيد. ده اول حب بيشغل كلام البنت دايما. في يومين يا عليا؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. انت امرك عجيب انت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقتي بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايزه اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه. يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا عليا. الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعلى من كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها. ما خلفتش العيون الجميلة دي عشان اخليها تبكي.
ازاي يا بابا؟ ازاي تظن الظن ده فيا؟ ده انا على يدك، بخرج معاك وباجي معاك. خلاص انسى اللي حصل. وعموما يا ستي انا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو اكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجة عليه، احنا لازم نعمل حاجة. لا، كل حاجة عليه. كفاية ان احنا هنديه جوهرة الماصة مفيش زيها في الدنيا كلها. انا ما فهمش في الكلام ده. لما بقى يجي بالسلامة من جنة تبقوا تتفقوا. وهو رايح جينا ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجة عن شغله، لكن انا هقول لك اللي سمح اني اقوله. هو اشترى معدات زراعية بملايين، كان جاي النهاردة البنك يغطي الشيك لحساب شركة المعدات الزراعية. ويشتري معدات زراعية بملايين ليه؟ لانه شارك جماعه اصحابه في شراء مزرعه 100 فدان في قنا، وطلب مني ما اجيبش سيره لحد، بيخاف من الحسد. لكن انا حبيت اقول لك عشان تطمن انه ابن حلال ومكافح، بس وعدني انك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لماما. دي حاجة تفرح وتخليني احترمه قوي، بس انا مش عارف ايه الداعي للسرية اللي فرضها على نفسه وعليك دي، زي ما يكون بيعمل حاجة وحشة. يا ابوي لازم تعذره، ده عاش طول عمره وحداني وسره دايما بينه وبين نفسه. عقلك كبير يا بنتي، وما دام انت فاهماه انا اوعدك مش هتدخل في حياتكم، ومش هحاول انا وامك نعرف اسراركم، لكن انت لازم توعديني تقولي لي اذا حسيتي باي حاجه مش مظبوط. اوعدك. طيب اتصلي بيه، قولي له مستنيه لما يرجع. هو طلب مني ما اتصلش بيه الا لما هو يتصل الاول. غريبه، انتوا احرار ببعضيكم. يلا البسي هدومك وحصليني نتغدى سوا. ربنا يخليك ليا يا ابوي. ويخليكي ليا يا بنتي. لا انا عايز تسمع كلام ولدك مناع. عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي هتاكل الرجاله، مش هتديهم قد ما هتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قلة العقل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، الميه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا بالجوع. طوعني يا كبير، طوعني يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، بكفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع، يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجال ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم، ظهر العمليه وعرة قوي. ارتاحوا يا رجاله. اهدي. مناع ولدي. يلا يا شهيد مع الرجال. الحمد لله على السلامه يا ولدي. ازيك يا عم غاوري؟ الله يسلمك يا عم ناجي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا ولدي. احنا بخير. لكن ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. سارة يا ولدي، الفلوس دي تترمي في ارض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غاوري بس؟ رجاله نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الارض ومفيش فايده. مين اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الارض في ساعه، وتنحرط وتتزرع في اسبوعين 3 بالكتير. لا اله الا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجاله هتشتغل في ايه يا مناع؟ انا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجاله واحده واحده. الارض دي مش هتدي، الارض دي مالحه ومطبله. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجه وليها دواء، وانا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الارض دي في شهر. مغاوري، قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل ايه. بوي ايوه يا ولدي. عايز اقول لك حاجه، يعني بنت نسمه معايا في العربيه، هي ما طاقتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي، النجع كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خدها على البيت من غير ما حد يشوفكم. ايه يلا يا ولدي عبال ما نكرم الرجال. زين الفكره، بس يا ابوي يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك يا كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي
يا ولدي عايزك في موضوع كده ملولو. جريه يا مغاوري، وانت كده خالف تعرف. يلا اطلعوا بره وقفوا على الباب. هميات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ ايوه الليله، لكن انت بتفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحقوا نوصلوا. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند تفريعة البحر. التجار هيحملوا في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تأمن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون دي. ايوه خليه معاك. طيب. او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب. اول ما يجينك مست مني اشاره، يعني اشاره. ايوه. التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده هتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ تخافش، انا مناع لحقيقتي برضك. نسمة يا ضنايا يا بنتي، يا ضنايا يا حبيبتي يا بنتي، توحشتك قوي يا نسمة. وحشتك والله العظيم يما. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديلة ما توحشتكيش على قلبي. وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. الله يخليك. الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشت ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه. بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس. فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مليانه ناس وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنتي بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا، كنت ببص عليهم من البلكونه من فوق واستنى لما مناع اخويا يعاود اعمل له لقمه ويدخل وينام، وكل يوم على ده الحال. يو ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عيني عليك يا ولدي. اتاريه كبر قبل اوانه. يا خوفي لا فاطمه بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جربوها. قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجوز بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. اتفضل يا باشمهندس، عقود الجرارات والمواتير. ومكنة الشفط الكبيرة هتركب ميتة. بكره باذن الله على ما تخلصوا حرث هتكون الميه بتجري زي الرهوان. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الاحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا ابوي حلالنا، تعبي وشقاية وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، انا وانت وحدينا ومعانا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجه بيني ليه؟ كده انا عرفت، كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجه، يبقى حرام البندريه ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعه وابيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدوهوني الخواجه بيني 2.5 مرة. كفايه كده، انا فهمت كل حاجه ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندريه؟ طب ادينا هملنا لهم زراعه المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا ايه، وانا اتحدى اي نفر فيهم يطلع النص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لابوك هتسميها ايه؟ انا وانت واحد يا ابوي، والعيله كلها امانه في رقبتي، واديك شايف النتيجه، اللي بكسبه بصرفه على العيله وليكم. كله اسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضه تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا ههملك الزرع توزعه بالطريقه اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانه دي يا ابوي؟ وقاعد معاك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوقتي من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكره الليله هسلمه واقبض بقيه الفلوس، يا دوبك تغطي بقيه مصاريف الارض لحد ما تطرح، وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الارض وتجهيزها، وكله تحت يدك. والعقود كمان اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معاك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معاهم قبل سابق، ما تخافش،
وعموما انا كلمت عم ناجي، هو هيتصرف كالعاده. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شويه لان تستلم البضاعه بعد العشاء، وبعديها هطلع على سوهاج طوالي. كان ودي تعود بسرعه يا ولدي، عايزين نخلص من حكايه جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمه. ما بلاش منها الجوازه دي يا ابوي. شو يا ولدي؟ انت ناسي انها مرهونه باسمك من زمان؟ ما انت رهنتها من غير ما تشورني. هتكسر كلام ابوك يا مناع. ما عاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. مع السلامه يا ولدي، مع السلامه. تعالى شوف اوضتك زينتها لك، بقت زي اوضه العرسان. ايه ده يلا؟ نفافيخ وزينه، عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يما، كتر خيرك يما. انا مش مبسوط من الجوازه دي. الجواز يا ولدي زي القدر، مكتوب علينا من الازل. يعني لو جميله مكتوبه لك يبقى مش هتخش الا على جميله. والقبول، القبول يما، اعمل ايه؟ مش قابلها، مش طايقها. كل ما افكر ان انا هعيش معاها العمر كله اتخنق، احس اني راكبني 100 عفريت. انت لسه في دماغك بنت حسان يا ولدي. انساها، نصيحة انساها. الجواز حاجة والعشق حاجة تانية خالص. ومادام وافقت خليك راجل وما تكسبش ابوك وعيلتك. حاضر يا أما، حاضر. بس احب على قدك شيل الزينة اللي انت عاملاها دي والنفافيخ، وادعي لي، ادعي لي يا أما. انا هقوم اسبح واتجهز على ما عم دياب يخلص كتيبة الحراسة اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخرة يا ولدي. يا عوض كله تمام؟ خلاص يا سناجي، الجمال اتحملت وتربطت. يبقوا تروحوا بالطريق الوراني وتلفوا نواحي وادي النخل وانا هقابلكم هناك. ده البندريه هيتجننوا لما يعرفوا ان احنا بعنا وهم لا. ملناش صالح بالبندريه، خليهم غرقانين في فرحهم ومش دريانين احنا بنعمل ايه. يلا توكلوا على الله يا رجاله. يلا يا رجاله توكلوا بينا على الله. يلا هميات، يلا يلا يلا. طب هو يلا 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 يلا، محدش فيكم يعمل دوشه. يلا امشي وراه. ألف مبروك يا ريس بنداري. الله يبارك فيك. 1000 مليون مبروك يا عريس. الله يبارك فيكم يا كبارات العبايده. مبروك يا دياب. نقوطك يا عريس. امسك ما تختشيش. هيختشي من عمه. مش مهم الليله يختشي من عمه،
المهم انه ما يختشيش من بنت عمه. انا راجل ولد راجل، وعيني تدب فيها مليون رصاصه. بعد الشر عليك يا عريس، اديني احلى سلام. الريس بنداري كبير النجر وولده همام اللي هو العريس. اديني سلام صعيدي شحط بحر. معلش سامحها، دي برضو بنتك يا ابو مناه. المسامح كريم يا واد عمي. احب على يدك. سامحني، انا عارفه اني غلطانه، بس يمين بالله ما في حد مس شرفك. عارف يا بنتي، عارف، بس النصيبة إن فضحتك بقت في النجع كله، وأي عريس هيجيلك هيعايروه إنك فضلة همام. وغلاوتك عندي بالزور، والله العظيم 3 بالزور. منها لله بقى، هي اللي شنقت عليكي وقالت بدل الكلمة 10. 10 بس، قولي 1000 ولساها بتنبط بالكلام. طب وديني لقطة على لساني. حملوني دلوقتي، حملوني، خلوا زرزور يعمل لي كوباية شاي. يلا يلا يلا، اجروا. تعالي يا بنتي، ربنا يسترك دنيا واخره. حلو قوي، الواحد عايز يقدس العظم. شفت الارنب بتاعي احلى من كل ذبايح فرح حمام. من ناحية أطعم فهو أطعم، بس يا خسارة الواحد عايز ياكل أرنبين 3 عشان يشبع. ده أرنب جبلي قد الجد، ما مكفيكش. تعال كل دراعي. بطني لسه فاضية، ما تيجي معايا الفرح نجيب حتتين لحمة جملي. وخالف أوامر سيدي حسان. لا اهدي، مين اللي ماشي يتسحب هناك؟ ايه ده؟ باين عليه قاصد حد. تعال نمسكه، نشوف الأول رايح فين وقاصد مين. كيف خد معاك يا بوي.
وراحنا فين؟ سيبه. طب هنطلع وراه ازاي؟ نطلع له من الناحيه الثانيه. يلا خدني معاك. ليه عندك؟ انت مين انت؟ انت لابس عباية سنادي ليه؟ سنداري اخوي عرعر اسكتوا كلكم، ما عايز اسمع صوت. قسما بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه الشمس ما هتطلعش عليه يتحسن كلها. سامعين؟ ضرب النار من هنا، خليكم واقفين. ايه ده؟ زرزور سيدياب فيه مالك؟ عرب عرب مين هذا؟ اتكلم، شفت ايه يا عرب؟ سي سناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقتلني، وكان متخفف عباية سناجي. هموت. عرب 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 اخوي اخوي